السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه حبايب قلبي؟ ان شاء الله النهارده يوم جديد من عند الفراخ بتاعتنا. النهارده يومهم التاسع، كبروا بقى خلاص، فهنبتدي نلغي موضوع الطواجن ونحط لهم الميه هنا. طيب انا من امبارح ملاحظه شويه اسهالات. هنعمل ايه؟ هنحط لهم حاجه للاسهال على الميه وحاجه للاسهال على العلف. طبعا من احسن المطهرات المعويه الشيح. تمام. انا هنا على الميه هبتدي احط لهم ايه؟ هبتدي احط لهم معلقه نشا واحده على الميه اهي، معلقه كبيره على الميه، لان الميه هنا عندنا ايه كتير غير الطواجن الصغيره. انا من امبارح بالليل عملت لهم كده على فكره، حطيت لهم نشا على الميه، نشا وعصره ليمون اهي. يبقى اللي مغير شكل الميه معانا النهارده لونها النشا. الاسهالات في العمر الصغير عادي، الاسهال البني عادي، بس ايه عشان الموضوع ما يكبرش معانا، الموضوع ما يبقاش ايه مرضي يعني معانا، يفضلوا ما شاء الله التحويل بتاعهم عالي معانا زي ما احنا كده ماشيين، ما يحصلش معانا مشكلة او اي حاجة. تمام. يبقى كده المية اهي تمام. هنا بقى على العلف عايزة اقول لكم حاجة كمان، ان انا خلاص هنقلهم. من امبارح بالليل كده جربت ان انا اطفي اللمبة الصفراء، لقيتهم تمام متدفيين، لان احنا برضو في المطبخ زي ما احنا انتوا فاهمين الحرارة جوه الشقة بتبقى غير مثلا لو انت حطاهم في بلكونة او حطاهم على سطح او حاجة، فالحرارة في المطبخ طبعا دافى ليهم. فما تخافيش من حتة اللمبة الصفراء دي لو انت حطاهم مثلا عندك جوه الشقة في اوضة في حاجة. وبرده في علامات بتبان لو انت طفيتي مثلا، شلتي اللمبة الصفراء لقيتيهم كشوا على بعض، ضموا على بعض كده، يبقى هما لا لسه محتاجين دفى. لكن انا خلاص، انا النهارده 9 يوم اهو داخلين على 10، فكده تمام يعني، مش محتاجينها قوي. انا هنا حطيت الشيح. انا ان شاء الله هبتدي انقلهم السبت التاني، طهرته ومنضفاه ورش عليه كلور ودنيته تمام، وغسلت لهم برضو اللي هو السلك بتاع التحضير ده، لاني لسه جربت امبارح ان انا اوقف واحد كده من غير السلك، لقيته لسه مش عارف يقف من غير السلك بتاع التحضير، فانا حطيت له السلك بتاع التحضير زي ما هما. هنقلهم النهارده ان شاء الله، يعني يا النهارده يا بكره بالكتير قوي، لان هم خلاص كبروا ما شاء الله، العدد ده بقى كتير على سبت واحد، فمش هينفع نسيبهم اكتر من كده. ممكن بقى اسيب معايا شويه هنا في المطبخ وشويه في الاوضه التانيه، او انقلهم الاتنين السبتين الاوضه التانيه، لكن العدد ده مش هينفع خالص على سبت واحد. احنا ما شاء الله 23 فرخ، مش هينفعوا كلهم في سبت واحد بالحجم بتاعهم ده، بالعمر بتاعهم ده، مش هينفعوا على سبت واحد خالص. يبقى احنا هنا حطينا الشيح على الميه التانيه بقى، عشان ان شاء الله ان شاء الله بامر الله من بكره، بكره الحد، ممكن من يوم الحد او الاثنين ابتدي ان انا اغير لهم العلف من ناعم لوسط. طبعا طول ما احنا بنغير الناعم لازم انت مثلا بكره الحد تحط لهم علف وسط، العلف ده علف ناعم لسه معانا زي ما هو، هنحط علف وسط من قبليها بيوم نبتدي نحط مضاد سموم. تمام. فانا على الميه التانيه دي اهو الجردل التاني، استنى اطلعه معاكم. جبت مضاد سموم بيطري من عند العياده، هبتدي هنا احط لهم مضاد سموم على الميه. تمام. لاني خلاص انا داخله في مرحله تغيير العلف. طيب احنا بنغير العلف امتى؟ مش شرط خالص ان هو يكون 15 يوم. الكتكوت بياخد معاكي علف ناعم قد ايه؟ الكتكوت الواحد بياخد من 600 جرام ل 700 جرام. تمام. فانا عندي 23 كتكوت بالميت كده مثلا، يعني انا حسبتها قلت يحتاجوا مثلا 13 كيلو ونص، 14 كيلو. فانا خلاص انا النهارده بال2 كيلو بتوع النهارده دول، لان انا بجيب العلف سايب، بال2 كيلو بتوع النهارده دول انا دخلت في 15 كيلو، فخلاص انا مش هديهم ناعم اكتر من كده. ليه بقى احنا بننقل من مرحله لمرحله؟ ليه؟ العلف الناعم البروتين بتاعه عالي جدا 23%، فالبروتين العالي ده غلط على الكلى. بروتين حتى احنا كبشر لما مثلا لا قدر الله الف بعد الشر عنكم، لما بيبقى في حد مريض كلى بيمنعوه تماما من البروتين او بيبعدوه او بيجنبوا الاكلات اللي فيها بروتين. نفس الحكايه لو انت فضلتي معاهم بالعلف الناعم ده
وما غيرتيش لعلف اقل، يعني علف ده 23%، لو ما قللتيش البروتين اللي فيه ال 21% هيبقى جهد عليهم على الكلى بتاعتهم والكبد بتاعهم. طب ليه انا اخلي فيه ضغط عليهم، فيه لود عليهم على الكبد وعلى الكلى بتاعهم؟ فلا. فانا ان شاء الله من النهارده هبتدي مضاد سموم 3 ايام، يعني النهارده وبكره وبعده. ممكن من بكره ان شاء الله وانا بشتري العلف هخلي بقى نصه ناعم ونص وسط، عشان ندرج زي ما احنا متفقين مع بعض من الدوره اللي فاتت. وبامر الرحمن النهارده بكره وبعده مضاد سموم. من اليوم الرابع هبتدي احط جرعه الكوكسيديا، عشان انا ظهر معايا اسهالات زي ما اتفقنا. وغير كده الكوكسيديا كده كده بتتحط من اليوم ال 14 ال 15 وال 16. وبعد جرعه الكوكسيديا هبتدي اديهم غسيل كلوي. غسيل كلوي بقى انت حابه تجيبي من عند البيطري ازازه برده صغيره كده، هو بيديها لك تقول له عايزه غسيل كلوي تمام. مش حابه هاتي ب5 جنيه شعير من عند العطار، اغليه وحطه لهم. هاتي شويه بقدونس، حزمه بقدونس اغليها وحطها لهم. كل دي غسيل كلوي حلو قوي للفرخ. تمام. احنا اللي عايز يمشي طبيعي معانا تمام، اللي عايز يمشي باعشاب تمام. زي ما انتم شايفين انا اهو اول ما ظهر معايا اسهال شويه شيح على العلف وشويه نشا على الميه، لا اكتر ولا اقل من كده. انا هجيب مضاد السموم احطه معاكم هنا بس ثانيه واحده. اهي الازازه دي مضاد سموم انا بجيبها من عند البيطري تمام. هحط قد غطا كده، غطا على الميه. هي 3 ايام وبتكون الازازه خلصت معايا. يبقى الميه دي عليها مضاد سموم، التانية عليها معلقه من النشا، عشان نلحق المشكله من اولها قبل ما تكبر معانا. يبقى احنا بنعالج اول باول. هحط لهم الاكل ونشوف حالهم مع بعض النهارده. طيب بصوا طبعا الوضع، العدد بقى زياده قوي. في فراخ قاعده مش بتاكل، فالعدد كده مش نافع خالص عشان ما يحصلش معانا تفاوت اوزان. ان شاء الله بامر الرحمن ان شاء الله النهارده ان شاء الله هنزل الثبت التاني، واحاول ان انا انقل مثلا يعني اقسمهم مثلا 11 و12 او حاجه، عشان كده مش هينفع خالص كده يظهر معانا تفاوت اوزان زي ما انتم شايفين. في فراخ يعني عشان هما يمكن جعانين فكلهم هادمين على الاكل، لكن مش هينفع كده، مش هينفع ان هما يكملوا كده خالص. ما شاء الله الفرخ كبر معانا. يعني عايزه اوريكم واحد ثانيه واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. طبعا غير لما كانوا صغيرين خلاص مش هينفع ان هم يكملوا كده خالص خالص، فلازم انقل لازم. هقسمهم النهارده ان شاء الله ونشوف دنيتهم مع بعض ايه لما نقسمهم. بصوا الزحمه كده على الاكل، في فراخ بتاكل وفي فراخ لا. ده يعمل معانا مشكله، يعمل لهم تفاوت في الاوزان، وده احنا مش عايزينه خالص. مش عايزين الموضوع ده يظهر معانا. احنا خلاص ما شاء الله داخلين على 15 يوم، عايزين الفرخ ياكل ويكبر ويبان عليه وزنه، لكن كده مش هينفع. كده مش هينفع خالص. ان شاء الله اقسمهم النهارده ونشوف دنيتنا معاهم ايه. احنا خلاص 10 ايام اهو داخلين على 10 ايام، فكده مش هينفع. احنا عايزينهم يزيدوا وعايزين التحويل بتاعنا يفضل ماشي كويس زي ما هو كده. الزحمه دي ما تنفعش، لازم نقسمهم. او لو انت مثلا عندك مكان توسعي شويه وسعي، لكن كده ان هم كلهم يبقوا في قفص واحد كده لا. النهارده ان شاء الله اقسمهم ونشوف مع بعض بكره ان شاء الله هيبقى الحال بتاعهم عامل ازاي. ونشوف الحال بتاعهم بكره يبقوا عاملين ازاي ان شاء الله بعد ما نقسمهم. ممكن ادخلهم الاوضه اللي جوه واحط الثباتين على بعض، كنت عامله دوره كده قبل كده، او اخلي واحد هنا زي ما اتفقنا واخلي واحد جوه ونشوف الدنيا ايه. كده الفيديو بتاعنا خلص النهارده. اشوفكم بكره على خير. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. النهارده كان اليوم التاسع من عند الفراخ، الحمد لله معدي على خير ما فيهوش مشاكل. ما حطيتش بصل النهارده عشان احنا دلوقتي العصر تقريبا، فمش هحط بصل. يعني طول ما احنا بالنهار كده الجو مش حر زي الاول، بس برضو يعني خلي موضوع البصل والخلطات والكلام ده بالليل، ده الافضل ليهم يعني. اشوفكم بكره على خير. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.